جئتكم من عند خير الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بواد به عظات كثيرة، فيعلق سيفه في إحدى الشجر ويستظل تحت ظلها وينام، وفجأة يتسلل الأعرابي ويأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم على رأس النبي ويقول: من ينقذك مني يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. فارتجفت يد الأعرابي وسقط السيف من يده، ويأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من ينقذك مني يا أعرابي؟ فقال: يا محمد كن خير آخذ. فقال عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله فأتى قومه وقال: قد جئتكم من عند خير الناس. وفي رواية أنه أسلم وأسلم من قومه أناس كثر. الشاهد في هذه القصة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم الراقي مع هذا الرجل جاء يريد أن يزهق روح النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعفو عنه ويتركه دون أن يسلم. ونحن مقبلون على شهر رمضان، فلا بد أن نصفي قلوبنا مع آبائنا وأمهاتنا. إذا كان هنالك خلاف بينك وبين أخوك وأمك وزوجك وزوجتك، فأصلح هذا الخلاف حتى يدخل رمضان وقلوبنا صافية نقية فيتقبل الله أعمالنا. يقول عليه الصلاة والسلام: يدخل أقوام الجنة قلوبهم مثل أفئدة الطير بيضاء نقية. فلا بد من تصفية القلوب، ورحم الله من ساهم في نشر الخير والتوعية بين الناس. وإذا أحببت أن تستفيد أكثر تابع حسابي، يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.